السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بكل خير يا رب. النهاردة مع بعض هنعمل الليمون المعصفر السريع، في اسبوع بس هيكون جاهز معاكم على الاكل بطريقة بسيطة وسهلة جدا، احلى من اللي بتشتريه من بره. الليمون هيكون مستوي دايب دوبان كده، مفهوش مرارة، ملحه مظبوط ولا غلطة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هجهز الليمون. عندي 1.5 كيلو من الليمون. يستحسن الليمون يكون كله لونه اصفر علشان يستوي في وقت واحد. انا بصراحة دورت ما لقيتش يعني الليمون كله موحد لونه اصفر، حتى نقيت يعني اللي قدرت عليه ده كان افتح حاجة فيه. علشان كده انا ما كترتش منه، جبت 1.5 كيلو بس. التسوية بتفرق على حسب لون الليمون. الليمون الاصفر بيستوي بسرعة. بالنسبة لحجم الليمون كبير صغير مش هتفرق. غسلت الليمون كويس وهقطعه بالشكل ده على شكل علامة زائد. ومش بوصل بالتقطيع للاخر، للنص بس زي ما انتوا شايفين كده، علشان تبقى متماسكة وما تتقطعش منكم بعد التخليل. في حلة فيها مية على النار هسيبها لغاية لما تسخن او تغلي، وبعد كده هنزل بالليمون بتاعنا. واول ما الميه تغلي على الليمون هنحسب بالظبط تلت ساعه بعد الغليان ونطفي عليه. بعد تلت ساعه هنلاحظ ان الليمونه اتريت وخلاص داخله في السوا، وده معناه ان بعد اسبوع بس هيكون الليمون مستوي وجاهز على الاكل. السلق بيسرع من عمليه تخليل الليمون. وده الليمون بعد ما اتسلق هطلعه على مصفى وهصفيه كويس قوي من ميته وهسيبه على جنب لغايه لما يبرد تماما، ونحضر الحشوه بتاعتنا. عندي حوالي تمن فلفل احمر، يعني نص الربع. حطيت عليهم 4 فصوص من التوم ومعلقه كبيره من الملح، ده علشان اعمله هريسه شطه علشان نحطه مع الليمون. هفرمه وهرجع لكم تاني. خلاص الهريسه بقت جاهزه معايا. في بوله هضيف نص كوبايه عصفر، معلقه كبيره من حبه البركه، معلقه كبيره من الملح. هضيف عليها معلقتين هريسه شطه من اللي احنا عملناها دي، اللي هو الفلفل المفروم. عندي بقى تلت كوبايه عصير ليمون، هاخد منها 3 معالق بس هحطهم على الحشوه، وبقيه العصير هسيبه تاني هسيبه دلوقتي على جنب. هضيف كمان 3 معالق زيت ونقلب الحشوه بتاعتنا كويس قوي، وكده بقت جاهزه معانا. عندي البرطمان بتاعي مغسول ومتعقم. هحط في قاع البرطمان كده معلقتين من الحشوه علشان هرص عليها الليمون. بعد كده هبتدي احشي الليمون. هحشي الفتحات اللي احنا عملناها بالشكل ده. مش لازم تحشي قلبها قوي بالخلطة، يعني على قد الحشوة. حط في الليمون. تمام. وهيطلع معاكي جميل جدا. ممكن تضيفي مع الخلطة بشر جزر لو بتحبين.